اتش تخصص شويه في الفويس اوفر، بقاله حبه في تراك الفويس اوفر ده، يعني بيعرف يدي طبقات من صوته وكده. فهنعمل معاه مقابله ونشوف ازاي بدا المجال دوت، ولو اي حد هيخش يخش ازاي. عملت دوبلاج للمطعم مضغوط دجاج، هينزل بكره على الصفحه بتاعتي. حكايتنا بدأت من قلب الرياض ومكملين بيها لحد أرض الكنانة. تعال يا بيه ورنيش يا باشا. ولو الفراعنة كان معاهم سر التحنيط، فمضغوط معاه سر التتبيل. اطلب من أقرب فرع أونلاين وما تنساش تقول لهم هاتها بالإيد اللي لفت مصر. روز، ظهرت الخلف المتفتحة، شكلك يهبل النهارده. غيرتي تسريحة شعرك؟ ما تتكسفيش، قولي أكيد غيرتي تسريحة شعرك. إنها الحشرة المضيئة الأخيرة في المكان، لا تدعوها تفلت منكم. أمسكت بها. صباح الخير. النهارده اول ايام عيد الاضحى، الساعه دلوقتي الجاله 6:30 المغرب. زميلي حويل جاي لي سريعا كده ناخد دش عشان خاطر هننزل نقابله. بصوا يا جدعان الشيء ده اعتقد ده مصري، عايزين نشوف صنع صنع في مصر اهو، يعني مش مقاطعه شبان بس يعني ماركه فوق دي بيعملوا شويه والله يعني زي هو ده المفروض ان هو معطر جسم، او بيقول لك قوم بالرش على الجسم بالكامل، ده زي اللي هو معطر للجسم كله يعني. بس مشكلته في حاجه، عاملين شويه روايح جامده قوي والله، بس الثبات بتاعه مش موجود. يعني هل ده عشان هو مش برفان فبالتالي هم ما بيعملوش ثباته جامد عشان مثلا ما يكونش غلط على ان هو يترش على الجلد على الجسم؟ لو ده كان ثباته عالي كان هيبقى من الاخر. هحاول دلوقتي يوصل عند المترو فانا هنزل اقابله. بص دلوقتي شارع فاضي ازاي؟ شارع فاضي تماما. ازيك يا اسطى عويل؟ ازيك يا هشام؟ ايه الاخبار؟ يا قلبي ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ عليك السلام ورحمه الله. زعيمو. صح انا نسيته. بص احنا خدنا توك توك عشان خاطر حويل كان عايز ياكل في مطعم عندنا في المنطقه اسمه اشرف، بيبيع سندوتشات فرايد تشيكن بالجبنه الشيدر، حاجه تحفه فنيه. انا صورتها في فلوج قبل كده، فالمفروض ان احنا هنروح نجيب من المطعم، مطعم اشرف اهو يا جماعه. احنا هنصلي كده بسرعه، احنا طلبنا الاكل تاني قدامه بتاع ربع تلت ساعه كده تيك اواي، فهنصلي في جامع النور هنا. تعالى قم بينا. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. عناصر السعادة 5. أولا أن تجعل الله سبحانه وتعالى نصب عينيك في السر وفي العلن. الثاني تحب اللي حولك وتمشي الزلات والقصور. ليه؟ حتى لا تنقل المشاحنة والنكد معك إلى البيت إلى فراشك. بص يا جماعه حويل يعني هو تقريبا يعني حط شويه جبنه على السندوتش. هي كترت شوية بس تمام يعني، تتاكل إن شاء الله. افتح لنا بقى كيس كاتشب بقى. الثالثة أن تحب طبيعة تخصصك، سواء أنت تدرس ولا تعمل. ليه؟ هو مصدر رزقك، هو سمعتك. كن جميلا ترى الوجود جميلا. الرابعة بلدك اللي ترزق فيها. مين اللي تولد فيها؟ اللي تولد فيها خلاص انتهت مرحلة طفولة، مرحلة ولادة انتهت، سافرت عنها، تركتها. أي بلد أنت فيها هي بلدك. الخامسة والأخيرة، إذا لم تأتي بجديد إلى الدنيا فأنت عبء عليها. الصوت جميل إلى الغاية. معانا هش شغال فويس اوفر بقاله تقريبا داخل في 6 سنين، فهناخد منه النهارده ان شاء الله كام معلومه كده. بس قبل ما نبدا عايزين نسمع منه عينات عشان يثبت لنا فعلا ان هو راجل فويس اوفراوي. خد يا حبيبي جبنا هنا قهوه اهو عشان بس هش يبقى قاعد مبسوط يا معانا. باشا خد يا هش. يا اخي بقى ايه ده؟ هو ليه جايين عليه على نفسهم كده وجايبين حاجه طيب احنا الاول خالص هنعمل ادوار كده كرتون كنت بعمله. دور يعني انت كنت بتعمل الجد. كرتون فكنت بتعمل زي فويس اوفر لاكتر من كاركتر فيه بالظبط. فانت هتعمل دور ايه وايه؟ الجد والولد والاب تمام. وهنا بقى بيوريك ان هو يعني في نفس الكرتون طالع باكتر من كاركتر وقدر يطلع اكتر من طبقه صوت، وفعلا هتحس بكده يعني، ودي الشطاره بقى في المجال يعني. طيب بص الجد اول حاجه بيقول مثلا تعال يا بني ساعدني على صعود الدرج. أنا قادم على الفور يا جدي. ده الولد الصغير. الأب كان بيقول بقى أحسنت يا بني، ساعد إلى مساعد. ده بالظبط كده ده. لماذا يطلب جدي دائما من رامي ولا يطلب مني؟ هل يحبه أكثر؟ لا يا حبيبي، هو يطلب من رامي لأنه أقوى جسديا ويستطيع مساعدته. دي مثلا دي حاجه كده بالظبط. 3 كاركترات. حاجة خليجي. في عالم تتسارع فيه التحديات وتكبر فيه المسؤوليات، تحتاج الشركات اليوم إلى أكثر من مجرد خطة. تحتاج إلى شريك يفهم السياق ويترجم الرؤية إلى نتائج قابلة للقياس. والله جامد يعني. احنا مثلا حد جديد مثلا هيخش مجال الفويس اوفر، ايه الستبس الاولانيه اللي هو محتاج يعملها عشان بس يحط نفسه على الطريق؟ لو هتديله مثلا شويه عناوين وبعد كده هو يعمل سيرش اكتر، تحط له نقط على الحروف، يعني لو واحد لسه تايه ومش عارف يمشي ازاي. طيب تمام. في الاول حاجه خالص هو انا هحكي قصتي يعني زي ما بدات. الناس كلها بتبدا عامه بالشكل ده في المجال. اول حاجه بدات والعادي الناس اللي بتبدا مجال في الفويس اوفر والميديا عامه بيبداوا ان هم يجيبوا مثلا
مثلا مايك خفيف، ما يروحش مثلا بادئ مجال بحبه بقى وكده والموضوع بقى على قلبه ونشتري مايك مثلا 12 ب 11000. لا، الموضوع ما بيجيش كده. في الاول بيبدا بحاجه بسيطه. اشتغلت بمايك اول لما جبته ب 300 جنيه، كنت بعمل اعلانات وابيعها على التليفون، من التليفون يعني اسجل في التليفون كده. وفاكر انا اول مره اول اعلان من عملته كان اعلان عن ابلكيشن في الاردن، وعملته بالتليفون وخدت فيه $30 يعني. ما شاء الله. من 4 سنين كده ولا حاجه. لو هتريكومند لحد مثلا نوع مايك ابتدائي يبدا بيه، بويا، مايك بويا M1. بتخش على الجروبات الخاصه بالمجال بتاعك، المجال الفويس اوفر، بتلاقي بقى ان مجتمع كبير بقى والناس بتعمل ايفنتات وبتروح وبتيجي. طبيعي بقى بتستخدم شويه برامج خفيفه على التليفون نفسه كتسجيل، برامج ابلكيشنز كده بتسجل بيها، والمونتاج بقى تبقى مرحله ثانيه وهكذا. تمام. بس لحد ما الموضوع تطور يعني معايا الحمد لله، وبدات في المجال ده بقالي 6 سنين والحمد لله يعني ربنا كرم. يعني انت مثلا لو هتقول للناس اول حاجه ان هم يشتروا مايك، ويسجلوا حاجات، اي حاجه. تاني حاجه ان هم يسجلوا بالمايك كتير، يسجلوا يقعدوا يتدربوا على الاقل يعني ساعه ساعتين في اليوم، يعني متفرقه في اليوم طبعا، ويشتغل على نفسه اكتر حاجه التمرين. حتى لو حضرت اي كورس انت مش هتتعلم بالكورس، انت لازم تذاكر ولازم تتدرب ولازم. طب ايه اصعب مشروع انت خضته في مجال الفويس اوفر ده؟ يعني ايه اصعب مشروع حسيت فيه بضغط فعلا وكان بالنسبه لك ما كانش سهل وكان تحدي بالنسبه للاتش؟ الكتب الصوتيه. الكتب الصوتيه كانت روايه من 3 اجزاء، كان كل جزء 250 280 صفحه، كان بيبقى فيها شخصيات حوالي 12 شخصيه، كل شخصيه بصوت. قعدت فيها حوالي 8 شهور عشان بس اتقان الكاركتر، كل كاركتر بصوت معين بشكل معين كده يعني. واتعرضت على ستوري تيل، كانت روايه كبيره يعني. تمام. ايه اصعب حاجه بتواجهك يا ايش يعني وانت شغال على بروجكت؟ اللي هو العميل. اول حاجه طبعا العميل لما بيبقى بيستعجلني، اي حاجه بيطلبها عايزها دلوقتي، مش عايز مع ان الشغل ده فن اللي هو انت لو مودك مش مظبوط انت مش هتقدر تدي في الشغلانه. بص، لو انت لسه داخل مجال الفويس اوفر جديد وفي مشكله واجهتك وانت فيها قعدت فيها كتير، انت نفسك واحد خبير يقولها لك، فايه هي المعلومه دي اللي ممكن تقدمها للناس؟ انك ما تبعزقش فلوسك على كورسات، ودي برضو شهاده خدتها من كذا حد في اي مجال. النت موجود والبتاع موجود، ما تروحش اي كورسات كده وتصرف فلوسك على الحاجات اللي بس. تعرفوا يا جماعه عيش من اسوان؟ منين عيش في اسوان؟ من كابومبو. لو هتقول لنا عاده اسوانيه واحده غريبه جدا في رايك بالنسبه لسكان القاهره هتكون ايه؟ عندنا في اي فرح لازم صحابه بيجوا يوجبوا مع العريس بيضربهم بالكرباج. بجد والله؟ والله لازم. العريس بيضرب صحابه بالكرباج عشان ده واجب على اصحابه ان هو يقفوا قدامه يستحملوه كده، ولازم يضربهم بقى كرباج ضرب مبرح. وغالبا الناس دول بيكونوا شاربين خمره، ده عشان ما يحسوش بالضرب واللسعه. لا، والحوار ده رائج هناك. ده على طول كده. حيويل جالي في فرحي انا مش هسيبه. لسه يمين من على القهوه حالا، نوصل الشباب المترو، بعد كده خليكم معانا، عايزكم في موضوع باذن الله. شبابنا، انا جيت هنا عند الكشاف الاصفر ده في الشارع عشان خاطر مهم قوي في اي مجال ان انت تجرب وتحاول. يعني انت مثلا لو بتتعلم حاجه جديده او كده حاول كتير. تخيل ان في واحد بيحاول يرمي سهم على النقطه اللي هي بتاعت الهدف دي، كل مره بيرمي السهم بيجي بره. تخيل هل لو رمى 5 اسهم زي ما يرمي 100 سهم، اكيد طبعا في ال 100 سهم احتماليه ان واحد يجي هتبقى اكتر، صح؟ بالمعنى زي ما انتم شفتوا كان النهارده انا صورت حاجه جديده، وهي ان انا قابلت واحد الشاب ده مثلا اللي هو ايش شغال في مجال فويس اوفر، زي ما انتم شفتوا عملت معاه مقابله، سالته اسئله. فانا النهارده جربت ان انا اعمل يعني نوع جديد من الكونتنت، ان انا اقابل واحد واساله في المجال بتاعه التكنيكال ازاي حد جديد يخش وهكذا. فتجربه بالنسبه لي جديده، ممكن احس نفسي في المجال دوت ان انا اقابل ناس اكتر، او ان حاجه زي كده تنجح معايا. عامه عمرك ما هتخسر لو انت جربت اكتر، هتخسر لو ما جربتش، لكن العكس مش هيحصل. وما تنساش انك لازم تلهم لتلهم.